مطالبات بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد لقطة سجوده بساعات. اعتدى على حارس المرمى. مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وهو يعتدي على حارس الشباب بعد نهاية مباراة الفريقين ويدفعه بقوة أمام أنظار الجميع. جاء تداول مقطع الفيديو والمطالبات بتدخل لجنة الانضباط من أجل إيقاف أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، وذلك بعد سجوده بساعات. خاصة وأنه نجح في تسجيل الهدف الثالث والفوز لفريقه أمام الشباب. ومن ثم فاجأ كريستيانو رونالدو الجميع بلقطة السجود الذي أدهشت العالم، ما تسبب في إثارة الجدل عبر الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي. وكان النصر السعودي متأخرا أمام الشباب بهدفين دون رد قبل أن يعود ويقلص النتيجة عن طريق البرازيلي تاليسكا، ومن ثم نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن غريب، والهدف الثالث عن طريق صاروخ ماديرا بهدف عالمي على طريقته كريستيانو رونالدو.